السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير وصحة وسلام وهنا. دلوقتي يا جماعة احنا هنشرح مع بعض شغل دريم واي. ايه هي دريم واي؟ ايه هو بيزنس دريم واي؟ طيب خلينا نبدأ مع بعض كده بسرعة. كان في عالم اقتصاد من أشهر علماء الاقتصاد في العالم اسمه روبرت كيوزاكي. الراجل ده عامل كتاب اسمه ريتش داد بور داد. انا هتلاقيني بكتب بالانجليزي بس ما تقلقش، انا كل كلمة بكتبها بترجمها بالعربي، فما تشغلش بالك ابدا من اي كتابه انجليزي، انا كده كده بتكلم بالعربي فهتفهم كل حاجه ان شاء الله. روبرت كيوزاكي ده راجل عامل كتاب اسمه ريتش داد بور داد، اللي هو الفرق بين تفكير الاب الثري والاب الفقير. الكتاب ده انصحك حاول تدور عليه وتجيبه وتقراه، هيساعدك جدا ان انت تغير حياتك بالكامل. ولو عندك مشكله في الفلوس من بعد ما تقرا الكتاب ده مش هيبقى عندك مشكله في الفلوس. الراجل ده عامل احصائيه قاسم فيها العالم لاربع اجزاء: الاي والاس والبي والاي. ايه الاي؟ الامبلوي اللي هو الموظف، يعني واحد بيروح الشغل يرجع من الشغل كل شهر عشان في الاخر ياخد ايه؟ المرتب. نفترض بياخد اكس من الفلوس، كبر شويه اترقى شويه خد اكسين ثلاثه، مهما يكبر هيفضل ليه سقف عمره ما يقدر ان هو يعديه لان هو موظف. هو في النهايه جزء من مؤسسه كبيره، وبياخد على قد الحاجه اللي بيديها، على قد المهمه. طيب الاس اللي هي السمول بزنس، اللي هو المشاريع الصغيره، زي واحد عنده مثلا مطعم، عنده كافيه، عنده اي مشروع، شركه صغيره ممكن يكون عندها 3 اكس مثلا، بتعمل مثلا تكبر شويه الشغل يمشي شويه 4 اكس 5 اكس، بس برضه هيكون ليها سقف مش هتقدر انها تعديه. لان لو انت عندك مثلا مطعم او عندك حاجه، هل هتقدر تسيب مثلا الحاجه دي لمده اسبوع اتنين وتسافر؟ مش هتقدر. ليه؟ لانك هترجع المال السايب بيعلم السرقه، او هتلاقي الناس اللي قاعده دي ممكن يكونوا الكواليتي، او دمروا لك الشغل، الكواليتي قلت، حاجات كتير ممكن تكون بوظت الشغل وزعلت الكلاينتس. فبالتالي برضو بتلاقي نفسك زيك زي الايه؟ الموظف. الا لو قدرت تطلع من السمول بزنس على البيك بزنس، اللي هي المشاريع والشركات الكبيره جدا زي فيسبوك، مايكروسوفت، ابل، سامسونج. الشركات دي كبيره جدا، اكساتها ملهاش نهايه، فلوسها ما بتخلصش، عندها فروع في كل مكان في العالم، بتصدر لكل مكان في العالم. الاي اللي هي الانفستورز، المستثمرين، اللي هم غالبا بيكونوا صحاب الشركات الكبيره زي بيل جيتس، مارك زوكربيرج، نجيب ساويرس عندنا، هشام طلعت مصطفى. الناس دي معديه، الناس دي فلوسها هي اللي بتجيب لها فلوس اصلا، وهم غالبا بيكونوا اصحاب كل الشركات الكبيره. شايفين التقسيمه دي؟ خلوها عشان هنرجع لها مره تانية في الاخر ان شاء الله. هحكي لك قصه سريعه. كان في ناس عايشه في قريه، الناس دي عشان كانت تملى ميه كانت بتعمل ايه؟ كانت بتروح كل يوم تعدي وتروح لحد النهر، تملى ميه في جرادل وترجع تاني البيت. وعايشين كده كل يوم، يصحوا الصبح يروحوا لحد النهر يملوا ميه ويرجعوا البيت، يروحوا يملوا ميه ويرجعوا البيت. طلع واحد منهم قال لهم: يا جماعه انا عندي فكره، احنا ليه بنروح نجيب الميه؟ ايه رايكم نخلي الميه هي اللي تيجي لحد عندنا في البيت؟ فالناس ساعتها قالوا عليه: انت ده اكيد مجنون. الراجل ده ما سمعش كلامهم، كان بيعمل كل يوم زيهم، يروح النهر يملى الميه، بس وهو راجع كان بيعمل حاجه مختلفه. كان كل يوم يحفر حفره ويرجع تاني بيته، ويحفر حفره يحفر حفره يحفر حفره كل يوم، لحد ما عمل مجرى من الميه، قدر ان هو يدخل الميه لحد باب بيته في الحنفيه. وده كان فعلا قصة حقيقية، الناس كانت فعلا بتملى مية من النهور من الأنهار لحد ما اخترعوا الحنفية وبدأت المية تدخل لنا لحد باب البيت. ساعتها الناس قالت عليه إيه؟ ده عبقري، وعملوا زيه. نفس الفكرة، إحنا كل يوم بننزل نروح عشان نجيب الفلوس ونرجع، نروح الشغل ونرجع نجيب الفلوس ونرجع. تنزل كل يوم تروح الشغل وترجع من الشغل، تروح الشغل وترجع من الشغل عشان تجيب الفلوس. فإيه اللي يخلينا الفلوس تيجي لحد عندنا في البيت؟ ده اللي احنا هنعمله من خلال دريم واي. دريم واي هتخلي الفلوس تجيلك زي الميه بالظبط ما بتجيلك كده وانت قاعد في بيتك. طيب خلونا نعرف ايه هي دريم واي. دريم واي هي شركه اي كوميرس
تجارة إلكتروني، إي ماركتينج، تسويق إلكتروني وأونلاين بيزنس وشغل على الإنترنت. هي عبارة عن كافي شوب، سلسلة كافي، سلسلة قهاوي طبعا، بس يعني نو سموكينج وزاوت سموكينج، يعني من غير أي تدخين أو حاجة زي كده. ك يعني وركينج سبيس، كمساحات عمل للناس تقدر تقعد تشتغل عليها وتمارس البيزنس بتاعها على الكافيه. هيكون ده طبعا منتشر في كل أنحاء العالم، مش بس مصر إن شاء الله. إيه كمان؟ عندها تراخيص إنها تعمل ايفنتس، مؤتمرات في كل مكان في الدنيا، عشان تدي التريننجز اللي هي الهيومن ديفلوبمنت، الموارد البشرية، اللي هي كورسات التنمية الذاتية من خلال الايفنتس والمؤتمرات اللي ان شاء الله هتكون بتتعمل بشكل مستمر انيوالي باذن الله. دي شركة دريم واي بتقدم لك ايه؟ شركة دريم واي بتقدم لك حاجة اسمها بزنس opportunity، فرصة بزنس from home، من بيتك. تقدر تشتغل من وانت في البيت على موقع دريم واي وتربح وتعمل فلوس وتغير حياتك بالكامل من خلال الموقع الالكتروني بتاع دريم واي. ازاي؟ دريم واي بتقدم لك حاجه اسمها باكج. الباكج دي بتقدم لك حاجتين، حاجه اسمها البي في اللي هو البيزنس فوليوم، اللي هو حجم الاعمال، اللي هو فرصه العمل، وحاجه اسمها السيرفيس فاليو، الاس في، اللي هي خدمه مقدمه من الشركه. خلونا الاول نتكلم كشغل. اول ما بتسجل في دريم واي سريعا بيبقى شكلك عامل ازاي؟ بيبقى شكلك عامل كده. نفترض مثلا اكس من الناس، تمام؟ بيبقى ليك عمولتين، عمولة 6%، عمولة مباشرة، وعمولة 3%، عمولة غير مباشرة. معذرة، خلينا نشوف ايه هي العمولة 6% وايه هي 3%. بيبقى عندك دراع يمين ودراع يسار، وعندك هنا الرايت بي في، حجم الأعمال في جهة اليمين، والليفت بي في، حجم الأعمال في جهة اليسار. بمجرد ما حضرتك بتبدأ شغل بيبقى شكلك كده على الموقع الإلكتروني، ومطلوب منك إنك تعمل إيه؟ مطلوب منك إنك تروح تخلي ناس تشتري الباكج بتاعت الشركة وتسجل، عشان أنت تاخد الكوميشنز وتاخد العمولة. أنت بتكسب وهم بيكسبوا. إزاي ده بيحصل؟ لما بيجي حد مثلا يسجل عن طريقك، نفترض انت سجلت معاك احمد، انت بتتحكم تنزل احمد في اليمين او في اليسار. نفترض نزلت احمد في جهة اليمين، احمد دافع كام؟ على سبيل المثال دافع 10000 جنيه. اصبح عند اكس، عندك انت مثلا 10000 جنيه مبيعات في جهة اليمين. بتاخد على طول من ال 10000 جنيه 6%، عمولة مباشرة اللي هي حوالي 600 جنيه، بتنزل في حسابك على الموقع الإلكتروني، وبتنزل في كارت الفيزا اللي بيجي لك من الشركة لحد باب البيت أول يوم 2 من الأسبوع اللي انت فيه. الربح بيكون كل يوم 2 من كل أسبوع. طب حلو جدا، كده فهمنا العمولة المباشرة. يعني أي حد هيسجل عن طريقك ويشتري في الشركة ليك فيه 6% فورا بتنزل في الحساب، ملهاش أي شروط، ملهاش أي ليميتيشنز، ملهاش أي حدود. إن شاء الله واحد يكون مشتري باكج ب3 مليون جنيه معاك، على طول فورا هينزل لك 6%، اللي هي مثلا حوالي 180 ألف جنيه، وتقبضها في نفس الأسبوع اللي انت فيه. طب ممتاز جدا، دي العمولة المباشرة. طب خلونا نفهم العمولة الأهم اللي هي 3%. 3% دي هي أهم حاجة. ليه؟ لأن 3% دي حضرتك بتاخدها على الشخص اللي انت بتجيبه، وعلى الناس اللي انت مش جايبها ولا تعرفها أصلا. ازاي الكلام ده؟ خليني اقول لك. اول حاجه ال3% دي ليها شرط عشان تبدا تشتغل. لازم تكون جايب بنفسك واحد يمين وواحد يسار. انت جبت في اليمين احمد، هتروح تجيب واحد في اليسار في جهه الشمال. جبت مثلا
إبراهيم مثلا. إبراهيم سجل بكام؟ تعال نفترض إن إبراهيم مثلا مسجل ب30,000 جنيه على سبيل المثال يعني. دخل البيزنس ب30,000، أصبح عندك أنت 30,000 جنيه مبيعات في جهة اليسار. كده ال3% تبدأ تشتغل. العمولة الغير مباشرة بتتحسب ازاي؟ بتتحسب على الجهة الأصغر. مين الجهة الأصغر؟ اليمين ولا الشمال؟ ال10,000 أقل ولا ال30,000؟ ال10. على طول تقوم واخد على ال10,000 3%. وإيه اللي يحصل؟ ال10,000 دي تتشال، ويتشال قصادها 10,000 من الناحية التانية، يتبقى 20,000. لسه ما قبضتش عليها. طب حلو قوي، مفهومة لحد كده؟ طب راح أحمد عنده دراع يمين ودراع يسار، هو كمان عايز يشتغل. قام راح جاب صاحبه مثلا سجل بكام؟ مثلا سجل ب 5,000 جنيه مثلا. صاحب أحمد نزل عندك أنت فين؟ ما هو أحمد تحتيك في اليمين، فأي حد هينزل تحت أحمد يعتبر تحتيك أنت فين؟ في اليمين. يبقى هنا أصبح إن ال5,000 جنيه دي سمعت فين؟ في جهة اليمين. وانت كان عندك كام متبقي في الشمال؟ 20,000 جنيه. وأصبح في اليمين 5,000 جنيه. يبقى في نفس اللحظة يحصل توازن على 5,000 جنيه، وتاخد عليها 3%، اللي هي حوالي مثلا قول 150 جنيه مثلا. وإيه اللي يحصل؟ ال5,000 جنيه خلاص قبضت عليها، تبقى زيرو، ويتشال قصادها من هنا 5,000، يتبقى كام؟ 15,000 جنيه لسه ما قبضتش عليها. واضح الأمور لحد كده؟ تمام. طب راح الشخص ده عنده دراع شمال وعنده دراع يمين، وانت نايم وانت موبايلك مقفول. هو راح جاب صاحبه، جاب اخوه سجل بكام؟ ب30,000 جنيه مثلا. اصبح انت عندك وانت نايم مبيعات ب30,000 جنيه. ليه؟ لان في واحد تحتك من الشبكة دي بتاعتك اهو راح جاب اخوه ب30,000. وانت كان عندك متبقي كام؟ كان عندك متبقي 15,000 جنيه، بقيت فلوس ابراهيم اللي انت كنت مسجله، صح؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ على طول الرقم الاصغر مين؟ ال15,000. تقوم واخد على ال15,000 جنيه 3%، ويتشال ال15,000 جنيه قبضت عليها خلاص، ويتشال قصادها من هنا 15، يتبقى كام؟ 15,000. وهكذا. سهلة جدا، واضحة جدا. راح مثلا إبراهيم جاب واحد مثلا، جاب والده سجل بكام؟ مثلا ب10,000 جنيه. فأصبح أنت عندك 10,000 جنيه في جهة اليسار، تتوازن مع 10,000 قصادها، وتاخد 3% من 10,000، وتتشال تبقى زيرو، ويتشال 10,000 قصادها، وتبقى 5,000 المتبقية. وهكذا يا جماعة. طب خليني أسألك سؤال. إكس راح جاب واي راح جاب زد راح جاب واحد يمين واحد يسار. مين اكتر واحد يقبض؟ زد ولا واي ولا اكس؟ طبعا هتقول لي اكس. طب انا اقول لك، اكس جاب واحد في اليسار، جاب واي، جاب حد يمين ما ياخدش حاجه. واي جاب زد، جاب حد شمال برضه ما ياخدش حاجه. زد الوحيد اللي جاب يمين وجاب يسار، هو الوحيد اللي يعمل فلوس اكتر من واي واكتر من اكس. فهنا في البيزنس ده مش معنى ان انت داخل تحت ناس ان هم لازم يكونوا بيعملوا اكتر منك، لا، عادي جدا. هنا الشغل فير جدا، عادل جدا. انت ممكن تعمل فلوس اكتر من اللي فوق منك بكتير لو انت بتشتغل وبتحقق شرط التوازن، البالانس. مش زي الوظيفة اللي لازم يكون الشخص اللي فوق بيعمل اكتر من اللي تحته، حتى لو اللي تحته بيتعب اكتر من اللي فوق، تلاقي اللي فوق هو اللي بيعمل اكتر. هنا مفيش الكلام ده. طب ممتاز جدا. هسألك سؤال. لو عندك طبيعة عمل نفس الشركة اهي، بس عرض عليك طريقتين للربح. عرض عليك ان انت تاخد كل شهر 10,000 جنيه. يعني ايه؟ يعني اول شهر هتاخد 10,000 جنيه، تاني شهر هتاخد 10,000 جنيه، تالت شهر هتاخد 10,000 جنيه، وهكذا لحد الشهر مثلا ال 24 لمدة سنتين مثلا.
ونفس الشغل بيقول لك انا عندي طريقه تانية للقبض، اللي هي ايه؟ اللي هي انك اول شهر هتاخد كام؟ هتاخد بس 1000 جنيه بس. بس بشرط ان تاني شهر ال 2000 جنيه، ال 1000 جنيه دول هيبقوا الضعف، هيبقوا 2000 جنيه. تالت شهر هيبقوا 4000 جنيه. تاخد انهي؟ بلاش احسبها لك على 1000 جنيه كمان، خلينا نقول 100 جنيه، حاجه بسيطه جدا. وتاني شهر هيبقوا 200 جنيه، تالت شهر هيبقوا 400 جنيه، وهتفضل تتضاعف لحد الشهر ال 24. تختار دي ولا دي؟ طبعا اغلب الناس هيقول لك يا عم 100 جنيه ايه و200 جنيه ايه؟ انا اول شهر هاخد 10000 جنيه، اروح اخد 10000 ولا اروح اخد 100 جنيه؟ طبعا اخد 10000 جنيه. 10000 جنيه في 24 انت بتتكلم في كام؟ 240 الف جنيه يا فندم. طبعا اخد الطريقه دي. طب خليني تعالى احسب لك الطريقه دي هتوصل لكام في 24 شهر. تعالى نحسب مع بعض. ادي ال 100 جنيه اول شهر، تاني شهر كام؟ 200 جنيه، تالت شهر 400، رابع شهر 800، خامس شهر، سادس شهر 7، 8، 9، 10، 11، 12. في 12 شهر انت جبت الفلوس بتاعت السنتين التانيين بتاعت الطريقة التانية. شهر 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24. رقم مش هنعرف نكتبه، مش هنعرف نكتبه. في سنة واحدة انت جبت المبلغ ده، وفي سنتين انت وصلت لحاجة كده من 6 صفار ولا 9 صفار. ليه؟ الرقم اللي بيتضاعف أقوى بكتير من الرقم الثابت. للأسف ده السالري، الراتب. إنما ده البيزنس، العمل الحر. كل ما تشتغل أكتر كل ما الفلوس تزيد أكتر. عشان كده الناس اللي بتشتغل حر بيعملوا ملايين ومليارات من الأموال. وتلاقي الموظف مهما يكون مرتبه كبير بس تلاقيه مديون، وتلاقيه تعبان، وتلاقيه عليه قروض، ومش عايش مرتاح. ده كان اختراع من اختراعات ألبرت أينشتاين، أثبت فيها إن الرقم اللي بيتضاعف أقوى بكتير من الرقم الثابت. تمام؟ طيب خلينا نعمل دراسة جدوى سريعة. تمام؟ ونشوف البيزنس ده بأقل حاجة ممكن نوصل بيه لفين. تعال نحسب على أقل باكج. أقل باكج في الشركة بالكامل ب 500 جنيه. احنا عندنا 4 فئات. عندنا فئة اسمها الهيلب، بتبدأ من 500 جنيه، 1000 جنيه، 1500 جنيه. دي باقات مساعدة فيها فقط البيزنس بي في فقط. يعني ايه؟ يعني حساب على موقع الكتروني وكارت فيزا بس. مفيش الاس في، السيرفيس فاليو مش موجوده. تمام؟ ده يا دوب عشان تبدا شغل. في واحده بعدها اسمها الهارد باكجز. الهارد باكجز بتبدا من 2500 جنيه، اللي بعدها 5500 جنيه، 10500 جنيه، ودول فيهم البي في زائد الاس في. تمام؟ طيب اللي بعدها في السمارت. السمارت باكج بتبدأ من 30000، 60000، 90000. والبرو 300000، 600000، 900000. المليونير أعلى حاجة في الشركة 3 مليون، 6 مليون، 9 مليون. وتقدر تشتري عدد من الباكجز دي زي ما انت عايز. طب بتقدم ايه الباكج دي؟ تمام؟ الباكجز دي بتقدم لك اول حاجة عدد من الهيدز، وبتقدم لك السيرفيس.
ازاي؟ نفترض مثلا انت داخل ب 2500 جنيه مثلا، بيبقى شكلك كده، ما بتبقاش داخل كأنك شخص. كل ما الباقة بتعلى كل ما بتبقى داخل كأنك عدد من الناس اكتر، فارباحك بتتضاعف. ازاي؟ نفترض انت مثلا اسمك احمد. احمد اهو، تمام، اختصار مثلا ايه اهو. عندك دراع يسار ودراع شمال، بتبقى انت احمد واحد، احمد اتنين، احمد تلاتة، واحمد اربعة، واحمد خمسة، كلهم انت. فلما بتيجي تجيب شخص هنا مثلا، جبت تحتك ابراهيم، بتاخد التلاتة في المية لاحمد اربعة، وبتاخد تلاتة في المية لاحمد اتنين، وبتاخد تلاتة في المية لاحمد واحد على نفس الشخص. وكذلك الامر هنا برضو، بس بشرط التوازن. لازم الهيد تكون متفعلة بواحد يمين واحد يسار. طيب، خلونا نتكلم في حتة السيرفيس. احنا عندنا تو سيرفيسز، بنبيع حاجتين، حاجة اسمها أجزني وحاجة اسمها انجزني. خلونا نتكلم فيها في الآخر. خلينا دلوقتي نعمل حاجة اسمها دراسة جدوى. worst case سيناريو، أسوأ سيناريو ممكن يحصل معاك، يعني أقل حاجة ممكن تحصل، عشان نشوف لما الحاجة الحلوة إن شاء الله تيجي يبقى ممتاز جدا. خلونا نحسب أبسط حاجة، أقل حاجة، الخسارة اللي ممكن نخسرها. تعال نتوقع انت اقل حاجة عشان تبتدي تعمل فلوس من الشغل ده محتاج كام شخص؟ اتنين، واحد يمين وواحد شمال. طبعا الاتنين دول انت مش هتروح تجيبهم من الشارع، مش هتروح تجيبهم ناس ما تعرفهاش، انت هتجيب اقرب ناس ليك في حياتك. الاتنين دول ياخدوا منك وقت قد ايه عشان تكلمهم وتعرض عليهم البيزنس؟ ده في مكالمة تليفون، ده في يوم واحد. طب لو الناس دي عجبهم البيزنس جدا وقالوا لك احنا عايزين نبدأ معاك فورا، البيزنس ده حلو قوي وهنعمل منه فلوس، تفتكر ممكن ياخدوا وقت قد ايه عشان يسجلوا معاك مثلا ب 2500 جنيه مثلا؟ ده ممكن في يوم. طب تيجي نقول اسبوع، تيجي نقول 7 ايام، 7 days. طب بلاش، خلينا نقول 30 يوم. ايه رأيك انك هتاخد 30 يوم، معاك 30 يوم عشان تسجل اقرب اتنين ليك في حياتك؟ حلو كده؟ اعتقد كفاية جدا يعني. 30 يوم ده بزيادة جدا. طيب معاك 30 يوم عشان تسجل اتنين ب 2500 جنيه. هو في اقل من 2500 بس احنا بنحسب على الاقل حاجة فيها خدمة، فيها منتج. نبعد عن الحاجات الصغيرة خالص دي، نسيبها لناس مثلا تكون ظروفها صعبة قوي. طيب معاك 30 يوم، مش انت بس، انت هتجيب اتنين ومش هتشتغل تاني، مش هتعمل اي حاجة تاني. تمام، هنفترض كده. انت تقدر تجيب اي عدد، تقدر تجيب 20، تقدر تجيب 200 شخص، 2000 شخص، براحتك مفتوحة. بس هنفترض ان انت مش هتجيب غير اتنين، وان كل الناس مش هتجيب غير اتنين، كل واحد بيجيب اتنين وبيمشي. وهنفترض ان انت هتاخد 30 يوم عشان تجيب الاتنين بتوعك، وان كل واحد برضه بيبدأ بياخد 30 يوم عشان يجيب الاتنين بتوعه. وده طبعا مستحيل. ومش بس كده، هنفترض ان كل الناس هتسجل بأقل حاجة اللي هي في حدود مثلا 2500 جنيه، أقل حاجة فيها منتج. تمام؟ طيب تعالوا نحسب مع بعض. ادي الشهور، المانسز، وادي عدد الناس، التيم، وادي الفلوس بالجنيه، ايجيبشن باوند. اول شهر انت رحت جبت واحد شمال واحد يمين، تمام، مظبوط، في 30 يوم. متشكرين جدا لخدماتك. نفترض ان انت كده عملت اللي عليك وزياده، روحت تنام. تاني شهر الاتنين دول كل واحد فيهم هيروح يجيب الاتنين بتوعه. دخل كام واحد جديد؟ 4، والاتنين هيروحوا يناموا. تالت شهر الأربعة دول كل واحد فيهم هيروح يجيب الاتنين بتوعه. دخل كام شخص جديد؟ 8، والأربعة دول
هيروحوا يناموا. شكرا جدا. رابع شهر التمانية كل واحد هيجيب 2، 8 في 2 بكام؟ ب16. خامس شهر ال16 دول كل واحد هيجيب الاتنين بتوعه. 16 في 2 بكام؟ ب32. تفتكر واحنا ماشيين بالرتم البطيء ده لحد اليوم، لحد الشهر ال12، هيبقى في تحتك كام بني آدم؟ فكر كده. تعال نحسبها مع بعض. الشهر السادس ال32 كل واحد هيجيب 2، بقوا 64. الشهر السابع 128. الشهر الثامن 256. الشهر التاسع 512. الشهر العاشر 1024. الشهر ال11 2048. الشهر ال12 4096 بني آدم. تحتك 4096 بني آدم في الشهر ال12 بس. يعني مجموع الشهور اللي فوق دي كلها على الشهر ال12 بقى تحتك 8000 بني آدم. جيش تحتيك عدد كبير جدا من البشر، وانت كل اللي جبته كام شخص؟ واحد يمين وواحد شمال، وما عملش اي حاجة تاني. تحتيك 8000 شخص. طب تيجي نشوف الارباح كام. انت الناس قلنا هندي مثال على 2500 جنيه 2500 جنيه 2500 و2500، يعني هنحسب 2500 3%، اللي هي كام؟ 75 جنيه اول شهر. طب تاني شهر 4، يعني 75 جنيه في 2، يعني كام؟ يعني 150 جنيه. طب تعالى نحسب بقى. 75 في 2 ادي تاني شهر 150 جنيه. تالت شهر 300 جنيه. رابع شهر 600 جنيه. الارقام صغيره، معلش اصبر معايا شويه، خليك معانا. خامس شهر 1200 جنيه. سادس شهر 2400. يا لهوي، 6 شهور و2400. يا سيدي اصبر كمل. سابع شهر، تامن شهر، التاسع، العاشر، ال11، ال12. في الشهر ال12 بس داخل لك 153 ألف جنيه في شهر واحد، في الشهر ال12. مجموع ال12 شهر على بعض كل اللي دخل لك 307 ألف جنيه مصري و200 في الشهر ال12. 307,200. ده مجموع أرباح ال12 شهر. وانت دافع كام؟ انت كل اللي دفعته 2500 جنيه. ايه رأيك؟ في بيزنس ممكن تبدأه برقم زي ده يوصلك لرقم كبير زي ده؟ مفيش، مستحيل. ليه؟ لأن أي بيزنس هو واقف عليك أنت وعلى شغلك أنت، إنما هنا في ناس كتير جدا معاك، في أعداد كبيرة جدا، في 8000 بني آدم. طب شايف الموضوع ده ينجح بنسبة كام في المية؟ إن كل واحد يجيب بس اتنين بس من أقرب الناس ليه في حياته في 30 يوم وب 2500 جنيه. كلام فاضي. شايف الموضوع ده ممكن ينجح بنسبة كام في المية؟ 30 يوم. معاك 30 يوم إن كل واحد يدخل يجيب الاتنين بتوعه. طيب إيه رأيك في النسبة دي؟ فشل. هتفشل بنسبة 99.5%. يعني النجاح 0.5. اضربها في 307 يديك كام؟ يدينا 1500 جنيه. يعني مرجع اكتر من نص فلوسك. وبنص في المية نجاح. بنص في المية نجاح يعني كام واحد سجل من 8000؟ ده محدش اشتغل، ده محدش عمل حاجة، ده انت كمان ما عملتش حاجة، وفلوسك كمان شبه رجعت لك. فيعتبر البيزنس ده ما فيهوش خسارة نهائي. زيرو ريسك. زيرو ريسك. لان الاكونت بتاعك شغال معاك مدى الحياه، وكمان بيتورث للابناء بعد عمر طويل ان شاء الله. كل لما الحساب ده بيجيب فلوس اكتر، الحساب ده بيبقى قيم جدا وشيء ثمين جدا. فطبعا
حق علينا ان احنا نخلي اولادك يستفيدوا بيه من بعدك بعد عمر طويل ان شاء الله. فباذن الله الاولاد والابناء زي ما الناس بتبحث عن المعاش، ده مش هيكون معاش، ده هيكون حاجه اكبر بكتير من المعاش، تستحق ان انت تتعب عليها وتبنيها وتنجح فيها ان شاء الله. طيب، ممتاز جدا. هحكي لكم حاجه سريعا. روبرت كيوزاكي، فاكرين الراجل اللي فوق خالص، عالم الاقتصاد اللي كان عامل الرسمه دي؟ الراجل ده عامل احصائيه تانية قاسم فيها العالم جزئين. قال لك جزء عايش في حاجه اسمها الماراثون، وجزء تاني عايش في حاجه اسمها الريلي. بس قبل ما ادخل لك في الاتنين دول، هقول لك سريعا السيرفيس ايه هي الحاجه اللي الشركه بتبيعها. الشركه بتبيع حاجه اسمها اجزني وحاجه اسمها انجزني، دي خدمات الشركه. اجزني اجازات، عدد ليالي اقامه في مكان سياحي، بتاخد سفريه على حسب حجم الباقه بتاعتك، بتكون عدد الليالي الاقامه السياحيه بتاعتك ولمده كام سنه. يبقى انت بتضمن مصيف، بتضمن سفريه ليك ولاسرتك. دي اول منتج، اول خدمه. طب الخدمه التانيه مساعده من الشركه. ازاي؟ الشركه بتسجل لك عدد تسجيلات تحتك، كأن انت اللي جايبهم بالظبط. يعني بدل عدد ليالي اقامه في مكان سياحي، بتديك عدد افراد الشركه هي اللي بتسجلهم تحت منك وتاخد عليهم عموله، كأنك انت اللي جايب الناس دي وهم ودافعين عن طريقك. تمام؟ فالناس دي بتسجل منين؟ بتسجل من عند الشركه ليك، بتاخد دورك، واول ما بيجي عليك الدور بتبتدي الشركه تسجل لك ناس. على سبيل المثال اديكوا مثال سريع قبل ما ندخل في الماراثون والريلي. الباقه اللي ب 2500 جنيه، الشركه تسجل لك شخص، ده بالنسبه لانجزني، عشان الناس بتهتم جدا بالخدمه دي، الناس عايزه تعمل فلوس. الباقه اللي ب 5500 جنيه، الشركه بتسجل لك 3 اشخاص. الباقه اللي ب 10500 جنيه، الشركه بتسجل لك 7. ودي ليها دور لوحدها. الفئه دي فئه الهارد، فطبعا عدد الناس اللي مشتري فيها بيبقى كتير، فالدور بتاعها بيبقى مش بنفس السرعه بتاع فئه السمارت اللي بتبدأ من 30,000. الشركة بتديك 30 شخص تحتك. الباقة اللي ب60,000، الشركة بتسجل لك 70 شخص. الباقة اللي ب90,000، الشركة بتسجل لك 120 شخص، وليها دور لوحدها ضمن الفئة دي. فطبعا عدد الناس اللي مشتري الفئة دي أقل من اللي فوق، فالدور بيبقى أسرع. وكذلك الأمر البرو، أكتر وأكتر. 300,000، الشركة بتديك 450 شخص، وهكذا. كل ما بتطلع فوق الأرقام والأعداد بتزيد، والدور بتاعك والأرباح بتبدأ تظهر أسرع بكتير، وانت لسه ما سجلتش ولا واحد معاك أصلا وما عملتش أي حاجة. تمام؟ طب خلونا ندخل على روبرت كيوزاكي، الماراثون والريلي. ايه الماراثون وايه الريلي؟ قال لك الماراثون ده اللي هو سباق الضاحيه، واحد بيجري 2000 متر لوحده، يا يكسب يا يخسر. ايه ريلي؟ سباق التتابع، عدد من الفريق بيسلموا بعض، واحد بيجري 100 متر يسلم التاني، يجري 100 متر يسلم التالت، يجري 100 متر، وفي الاخر يكسبوا كلهم سوا كفريق. قال لك 97% من البشر عايشين في الماراثون، و3% بس عايشين في الريلي. ال 97% دول بيتحكموا في 3% فقط من ثروات وأموال العالم، وال3% دول بيتحكموا في 97% من ثروات وأموال العالم. طبعا واضح جدا الفرق بين دول وبين دول، وأنا وأنت فين؟ إحنا أكيد هنا 97%.
طيب انا هحكي لك الماراثون ده على نفسي. انا كبرت لقيت نفسي شاب مصري، كبرت شويه دخلت المدرسه، المدرسه البيت، البيت المدرسه، المدرسه البيت، البيت المدرسه، كنت شويه دخلت الجامعه، البيت للجامعه، الجامعه البيت، من البيت للجامعه، الجامعه البيت. كبرت شويه دخلت الشغل، من البيت للشغل، الشغل البيت، من البيت للشغل، الشغل البيت. اول الشهر، ايه دي يا جماعه؟ ده المرتب. طب يا جماعه ده قليله جدا، ده ما يجيش حاجه جنب اللي الواحد تعب فيه وصرفه طول عمره في التعليم والدراسه. والله ده اللي عندنا. عاجبك عاجبك، مش عاجبك اتفضل مع السلامه. طب حتى عايز ازودها شويه، تمام، روح خد لك كورس، اعمل لك ماجستير، اعمل لك دكتوراه. وانا من البيت للشغل، الشغل البيت، من البيت للكورس، الكورس البيت، من البيت للدكتوراه، للدكتوراه للبيت، عشان الاكس بتاعتي تزيد شويه. ومهما تزيد هيفضل ليا سقف عمري ما هقدر ان انا اعديه، لان انا موظف. انا جزء صغير جدا في حاجه كبيره جدا. ده يا جماعه الماراثون اللي الناس عايشه فيه، اللي الناس قاعده تروح الشغل ترجع من الشغل، تروح الشغل ترجع من الشغل. حضرتك معلش لو بتشتغل 10 ساعات، بتنام كام ساعة؟ 10. ادي 20 ساعة، فاضل كام ساعة؟ فاضل 4 ساعات، اليوم كله فيه 24 ساعة. يكفوا ايه دول 4 ساعات؟ تقعد مع اولادك، ولا هتقعد مع اسرتك، ولا هتاكل، ولا هتشرب، ولا مواصلات، ولا في الطريق، ولا هتمارس هوايتك، ولا هتسافر، ولا هتستمتع، ولا هتقرا كتاب؟ انسى كل الكلام ده. مفيش يا فندم الكلام ده خالص. انت يا دوب بتروح الشغل، تعيش يومك وتروح تنام، تروح تقعد في الشغل، تعيش يومك وتروح تنام. ساقية، وكل الناس عمالة دايرة فيها. وفي الاخر الناس فاكره ده الامان، وده مش الامان. ومرينا ياما بظروف، وفي لحظه الحاجه اللي كانوا فاكرينها امان، في لحظه لقوا نفسهم مرفوضين منها، واللي بياخدش مرتبه، وما بقاش فيها اي امان خالص. الامان امان الله. انا دايما والدي كان يقول لي: يا ابني اقعد في بنك، يا ابني اقعد في حاجه مضمونه. وفي النهايه الناس لما بتكبر بيحس ان هو معاش حياته، معاش، ما شافش، ما سافرش، ما لفش، ما عملش الحاجه اللي نفسه فيها. وفي الاخر الناس بتموت وبتدفن معاها احلامها وطموحها وامانيها، والحياه الجميله اللي كانوا ممكن يعيشوا فيها بتدفن وبتنزل معاهم تحت التراب. ده الماراثون. تعال اكلمك على الريلي. انا فارس اهو، بلف شويه مع نفسي، لفيت شويه مع نفسي، ربنا كرمني، دخل معايا اكس من الناس مثلا. لفيت انا، فارس خد اكس، لفيت انا واكس مع بعض، دخل معانا واي، اكس خد اكس، فارس خد اكس، لفينا كلنا سوا، دخل معانا زد، اكس اكس اكس. لفينا دخل معانا اي حد، اكس 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 اكس. ايه الاكسات دي يا جماعه؟ فلوس. بنشتغل كفريق، بنشتغل مع بعض، وكلنا بنكسب. طب تحس بايه لما تشوف رقم زي ده؟ بامانه بينك وبين نفسك كده، تخيل الرقم ده كده معاك في البنك، بص له كده. الرقم ده على فكره مش كبير، الرقم ده بسيط صغير، يعني ما بقاش حاجه كبيره قوي يعني. بس تخيل هو دلوقتي معاك في البنك حالا دلوقتي، يحل لك مشاكل ولا لا؟ يحل لك كم ازمه كده ولا لا؟ يسد عنك شويه ديون ولا لا؟ صح. طيب الرقم ده شايفه صعب ولا سهل؟ سهل ولا صعب؟ طبعا ناس كتير جدا تقول لك يا عم صعب، هيجي منين ده؟ لو شباب صغير يقول لك صعب، يجي ازاي وانا سني صغير كده، انا لسه في ثانوي ولا انا لسه في جامعه. ولو موظف بيسمعني هيقول لك يا عم، يا عم ده احنا بناخد مرتب يا عم مليون جنيه، نجيب مليون جنيه دي منين؟ ده المرتب كله قد كده، نوصل لها ازاي؟ عارف ليه بتقول صعب؟ بتقول صعب لان انت حاسبها على الساقيه دي اللي انت بتلف فيها لوحدك. انت بتلف هنا لوحدك بمجهودك، مستحيل توصل لرقم زي ده. انما في الريلي انا فارس مثلا بشتغل معاك 10 ساعات مثلا، انا هتيجي معاك 24 ساعه في 24 ساعه. انت مثلا اكس قادر تشتغل ساعه، ساعتين، 3 ساعات يا سيدي، تمام. تحتيك في ناس مركزه جدا بيشتغل 10 ساعات، في واحد بيشتغل 5، في واحد بيشتغل 6، في ناس كتير بتشتغل عدد ساعات. لو تحتيك اكتر ناس مشغوله في الكون، تحتيك ده 1000 دكتور. الدكاتره من البيت للعياده، للعياده للمستشفى، للعمليات، حوارهم صعب، رب الله يعينهم. لو كل واحد بيشتغل ساعه واحده، انت تحتيك 1000 ساعة عمل. فاضي تشتغل 1000 ساعة؟ تقدر تشتغل 1000 ساعة لوحدك؟
مستحيل، لان انت اليوم كله فيه اصلا 24 ساعه. فانت بتصبح انك من غير الثلاث ساعات بتوعك في عدد ساعات عمل فوق منك وعدد ساعات عمل تحت منك. واحد بيشتغل 10، واحد بيشتغل 5، واحد بيشتغل 6، واحد بيشتغل 7، واحد بيشتغل ساعة، واحد بيشتغل 2، يوصلوك للرقم ده. ده اللي بيعملوه أكبر رجال أعمال في العالم. ده اللي بيعملوه أصحاب الشركات الكبيرة. عندهم موظفين كتير جدا، كل موظف شغال بالثمان والتسع ساعات، بياخد مرتب صغير، وكل الخير والرزق داخل لصاحب العمل حقه، لأنه استخدم ذكائه، استخدم دماغه مش عضلاته. بيشتغل سمارت بذكاء، not hard only، يعني مش بس بعنف او بعرق او بقوه او بتعب عضلات وجهد بدني. الجهد الذهني والنفسي بيكون رزقه اعلى بكتير وخيره اكتر بكتير. فاكر الناس دي اللي انا قلت لك عليهم في الاول، اللي روبرت كيوساكي قسم العالم ليهم؟ العالم كله ما بيخرجش بره الاربعه دول. لو انت موظف او صاحب مشروع صغير، فاعرف ان الناس دي، الموظفين واصحاب المشاريع الصغيره، عمالين يلفوا كل يوم، يلفوا ويروحوا الشغل ويرجعوا من الشغل، يروحوا الشغل ويرجعوا من الشغل، ويدوا دول وقتهم، ويدوا دول احلامهم، ويدوا دول طموحهم. والناس دي عايشه بتستمتع، عايشه بتاكل احسن اكل، بتلبس احسن لبس، عايشه حياه صحيه، بيعلموا ولادهم باحسن شكل ممكن، بيستمتعوا بحياتهم جدا جدا. ودول عايشين كل يوم مش عايشين اصلا، وبيموتوا احلامهم معاهم. دي الحقيقه وده الواقع اللي الناس عايشاه. بص حواليك هتصدق كلامي وهتعرف ان كلامي صحيح مليار في المية. انت عايز تفضل عايش موظف، او عايز تفضل عايش سمول بيزنس او صاحب مشروع صغير لوحدك بتعاني، جود لك، ربنا معاك، اتمنى لك التوفيق وليك كل الاحترام. الحياة مش كلنا هنعيش نفس العيشة، ومش كلنا هنبقى في نفس الحتة. ده من حكمة الله علينا. ربنا خالقنا درجات وطبقات، بس خالق فينا حتة الطموح وحتة القدرة والمشيئة والاستطاعة إن أنا أتنقل من طبقة لطبقة ومن درجة لدرجة. عايز تعيش هنا وتكمل هنا وتعلم عيالك يعيشوا هنا في الماراثون ويفضلوا يلفوا حوالين نفسهم، ولا تريلي معانا ونشتغل سوا وننجح سوا ونعمل حاجة، نحفر حفرة جنب اليوم اللي بننزل فيه كل يوم وبنروح عشان نرجع ونجيب فلوس، نحفر حفرة كل يوم مع بعض ونعمل منها ماسورة مية لا تنقطع، تفضل تجيب لك ربح لآخر يوم في عمرك، وبعد مماتك تفضل عايشة كمان لولادك. أنا كده خلصت وكلامي انتهى، وفي انتظارك. لو حضرتك معايا، لو حضرتك معايا، كلميني فورا، انضمي فورا على مجموعة التليجرام، او اتصلي بيا على الارقام. لو اتاخرت عليك في الرد سواء على التليجرام او على الواتساب، اتصل بيا على ارقام التليفون، هتلاقي كل البيانات متوضحه تحت الفيديو. دريم واي طريق حلم لكل شخص طموح حابب بجد يغير حياته وحابب بجد يعيش حياه افضل. متشكر ليك جدا لو كنت مكمل الفيديو لحد دلوقتي، واتمنى اكون فهمت. ولو في اي حاجه ناقصاك تقدر تتصل بيا اوضحها لك في التليفون، وتبدا شغل من وانت في بيتك، وتقدر تشرفني في مقر الشركه واوضح ليك كل حاجه بنفسي واحنا قاعدين مع بعض. بالتوفيق لكم جميعا، اتمنى لك كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله